يا أهلا وسهلا، ازيكم؟ أنا مروة ودي قناتي، وإن شاء الله النهاردة الفيديو يعجبكم وتطلعوا منه بكامل الاستفادة. أنا هكلمكم ازاي تعملي ركنة من غير ولا غلطة. الركنة بتاعتي دي عملتها من الكتان. الكتان درجات، أنا جبت أحسن نوع في الكتان وأغلى نوع علشان يستحمل شوية. مشكلة الكتان بس إن ممكن أي بقعة تبان فيه، فخلي بالك الاستخدام مع الكتان عايز شوية حرص. زي ما انتوا شايفين انا مغطية الركنة علشان خامتها بسهولة بتتبطع. هي على فكرة بتنضف بس نظافتها مش سهلة قوي. عندك 3 انواع من الأقمشة تقدري تعملي بيهم الركنة بتاعتك، حتى لو في أوضة معيشة وحتى لو كانت في الريسبشن. عندك الجاكار، دي فخامة وأناقة وشياكة وتنظيفه سهل. وعندك الشانل، الشانل برضو تحفة وشيك جدا وبرضو ليه رونق كده. واغلب الناس اللي بتعمل الجاكار او الشانل بتعملهم للانتريهات، للريسبشن، مش لاوض المعيشه. اغلب اوض المعيشه بيفضلوا الكتان شويه، لكن انت ليكي الاختيار. وبرضو الكتان بيتعمل في الريسبشن، مفيش مشكله زي ما انا عاملاه. انا الركنه بتاعتي دي عاملاها للريسبشن مش لاوضه معيشه. تاني حاجة عايزة أقولك عليها، اعملي الركنة بالمقاس. خدي مقاسات الركنة وصمميها عند حد ثقة، هيطلع لك الركنة أحسن من الجاهزة. هتطلبي انتي المقاسات المناسبة ليكي، هتطلبي الاسفنج المناسب ليكي، هتقدري تحققي ركنة المستوى اللي انتي عايزاه وحباه. أما بخصوص ألوان الركنة، انتي عندك أكتر من لون تقدري تنفذيه للركنة بتاعتك. انا فضلت الالوان الترابية، فضلت البيجات، لان البيجات من الالوان المريحة للعين ومن الالوان اللي مش بتبطل نهائي، فانا بحب الالوان الترابية اكتر. لكن انت عندك في الكتان جميع الالوان، اللي تحبي تنفذيه نفذيه. اما الحاجة التانية اللي عايزة اكلمكم فيها بخصوص الركنة، ممنوع تغسلي الركنة بمية سخنة او بمساحيق شديدة زي الكلور او المواد اللي بتشيل البقع اللي بتبقى شديدة، دي ممكن تبوظ لك الركنة كلها. انت تقدري تغسلي الركنة بتاعتك بحاجات بسيطة من البيت. خل عليه كربوناتو، عليه مسحوق اوتوماتيك، عليه كلوروكس الوان. انا كنت عاملة الخلطة دي في فيديو لغسيل الركنة وغسيل كراسي السفرة، وهسيب لكم اللينك بتاع الفيديو تحت في اول تعليق لو انت حابة تدخلي تتفرجي على الفيديو. هنا بقى انا بوريكم الركنة من الظهر بتاعها كانت نظامها عامل ازاي. الركنة من الظهر ما كانتش عالية قوي. مادام هتعملي ركنة، الركنة ليها مواصفات، ما ينفعش تطلعي بالركنة من الظهر تبقى عالية قوي. دي من الحاجات اللي هتبوظ لك شكل الركنة. وما تنسوش ان احنا في الاساس بنعمل الركن علشان الاماكن الضيقة وعلشان غرف المعيشة، فلازم الركنة تبقى ملمومة، تبقى بسيطة حتى في الشكل وفي الاستخدام. زي ما انتوا شايفين انا وريتكم الظهر. طبعا اهم حاجة الاسفنج اللي هيستخدمه واللي هيصمم لك الركنة يبقى كثافته عالية، ودي اهم حاجة. انا بوريكم بقى هنا التكاوي بتاعت الركنة معمولة بسوستة. هنا بقى انا بشيل على طول التكاوي دي كل فترة والتانية، بحطهم في الغسالة، بشغل عليها برنامج. اولا اقل برنامج في الغسالة، ثانيا بحط لها حاجة جل علشان البودرة بتبقى تقيلة، بتبقى شديدة شوية. هما مش متوسخين قوي، مش محتاجين ان انت تحطي منظفات شديدة، انت بس بتطلعي التراب اللي فيهم. وهنا بغير معاكم بقية الكوشن بتاع الركنة. الكوشنات اللي هتيجي مع الركنة انت اللي بتختاري خامتها، لكن الكوشن مش قضية، ما هياش مشكلة لانك بتغيريها على طول. اي كوشن بينزل جديد، اي كوشن مثلا عايزة تغيري في لونه، انت بتقدري تعملي كده. وممكن كمان تفصلي الكوشنات بتاعت الركنة، دي اسهل حاجة تقدري تعمليها. من الحاجات التانية المهمة اللي لازم وانت بتصممي الركنة تبقى موجودة، ان حتى القاعدة بتاعت الركنة نفسها سواء منفصلة أو متصلة تكون بسوستة عشان تسهل عليكي غسلها. زي الكوشن دي بالظبط، السوستة سهلت علينا ان احنا بنشيلها وبنرجعها تاني، بتغسليهم وبترجعيهم تاني. اوعي تنسي تصممي الركنة بتاعتك اهم حاجة بسوست عشان تسهل عليكي غسلها. من الحاجات اللي مهم تعمليها في الركنة،
ايد الركنة. لازم ايد الركنة تبقى مريحة، بحيث اي حد يسند ما يحسش ان هو تعبان، ما يحسش ان ايده وجعاه. وطبعا هي كلها بتبقى متغطية بالاسفنج، فاعملي الركنة عريضة شوية عشان تبقى مريحة في القعدة. وهنا بوريكم الركنة في الدوران بتاعها، طبعا دي متاخد بالمقاس بحيث ان تيجي على المكان بالظبط زي ما انتوا شايفين. انا بوريكم بس الدوران بتاع الركنة بيبقى عامل ازاي وبيبقى تصميمه عامل ازاي. هوريكم دلوقتي، هشيلكوا بس التكوة دي زي ما انتوا شايفين. طبعا انت الركنة دي اي بقعة هتيجي عليها اي حاجة احنا عرفنا خلاص هننضفها ازاي، ما تقلقيش من جهة التنظيف. بس اهم حاجة اي بقعة تيجي على الركنة ما تسيبهاش فترة طويلة، ما تطوليش عليها، على قد ما تقدري، يعني اول باول كده، بحيث على طول الركنة تبقى شكلها كده جديد وشكلها نظيف. هنا انا بوريكم الكفر اللي انا فرشاه على الركنه عشان ولادي، لان دي بالنسبه لنا قاعده قدام التلفزيون ولادي بيناموا عليها، يعني الركنه دي بالنسبه لنا كل حاجه، لانها كمان محطوطه في الريسبشن. ودي نصايح ليكم لو فكرتوا تعملوا ركنه سواء للريسبشن او لغرفه المعيشه. ولغايه هنا اكون خلصت الفيديو. يا رب الفيديو يعجبكم، وما تنسوناش في الاشتراك واللايك، واي سؤال حابين تسألوه اكتبوا في التعليقات. سلام.